السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل البيتفور النهاردة مع بعض. احنا عملنا الكحك وعملنا البسكوت، كانوا حلوين جدا جدا. النهاردة بقى هنعمل البيتفور ناعم كده ومظبوط، القوام بتاعه خفيف وهش وفي نفس الوقت بيدوب كده زي ما انتم شايفين. وعشان بقى الوصفة تنجح معانا من اول مرة لازم نتبع الخطوات والطريقة والمقادير صح جدا. ان شاء الله هتنجح معاكم وتبقى احلى وصفة عملتوها. يلا نبدأ بقى. معانا 500 جرام من الزبدة او 2 كوب، ومعانا 625 جرام من الدقيق الفاخر اللي هو متعدد الاستخدامات او مخصص للكحك والبسكوت، اللي هو مقدار 4 كوب ونص من الدقيق. ومعايا 150 جرام من السكر او كوباية واحدة من السكر يكون بودرة وناعم. ومعايا بقى 2 بيضة او 2 صفار بيض مع بيضة كاملة او 4 صفار بيض. الاربع صفار بيض ده بيديكي قوام ناعم جدا. ومعايا رشة ملح بقى كده هحطها على الدقيق، وطبعا معايا فانيليا عشان تدينا طعم مظبوط عشان البيض اللي احنا مستخدمينه. يلا نبدأ بقى. اول حاجة في بولة هنزل بالزبدة بتاعتي، عايزاها تكون طرية وفي نفس الوقت تكون خارجة من التلاجة مثلا قبل ما نستخدمها ب10 دقايق كده، تطرى معانا بس في نفس الوقت بتفضل ساقعة. هبدأ بقى اضربها كويس لحد ما تدينا قوام كريمي كده وناعم، بس ما بين كل فترة والتانية بنزل الجوانب عشان كله يختلط كويس. يبقى اول حاجة محتاجينها ان الزبدة تكون ساقعة مش سايحة خالص، وكمان السكر يكون بودرة وناعم كده. تمام. هنقلب بقى القوام لحد ما يبقى كريمي وفاتح. ملكوش دعوه باللون بتاع الفيديو خالص، الاضاءه مش متظبطه. يكون كريمي وفاتح. وبعدين هنزل بالبيض بالتدريج، بيضه بيضه، وكل ما البيضه تختفي معايا ابدا انزل باللي بعديها. وزي ما قلت لكم عايزين تستبدلوا البيضه الكامله بصفارين، ومع البيضه او 4 صفار بيض بيدوكوا قوام ناعم قوي للبيتي فور. خلاص كده عملت كل البيض بتاعي وضربت الخليط لحد ما بقى كريمي وفاتح وناعم وهش. بنزل بقى بكمية الدقيق، بس بسيب مثلا 4 معالق كبار كده على جنب، ما بنزلش بالكمية كلها. وبقلب مش بعجن، زي ما انتوا شايفين كده اكني بقلب الكيك الاسفنجي، بنجيب من تحت لفوق كده. انا مش عايزه اعجن خالص، يا دوبك بطراطيف صوابعي وبشرب الدقيق لكميه الزبده. لو لقينا العجينه محتاجه تاني دقيق بنزل معلقه من الاربعه اللي انا عيناهم على جنب لحد ما العجينه تظبط معانا. انا عايزاها بتكون ملزقه وطريه خالص، ما بتكونش تقيله ابدا عشان احنا هنستعمل الكيس. وبنزل كده على طول، ايدي بتبقى مستقيمة، وكمان الكيس مش بيبقى مليان قوي. بناخد جزء صغير كده بنضغط بيه، والباقي بيبقى على جنبنا، وبنضغط زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بنشكل الصينية اللي بنشكلها بندخلها التلاجة قبل ما نسويها كده 10 دقايق عشان الرسمة تبقى مظبوطة معانا، والزبدة ما تسحش ولا تخرج منها على ما نخلص باقي الكمية. انا كنت الكاميرا كانت فصلت، فانا كنت بقيت العجينه بتاعتي رشيت عليها معلقتين من الكاكاو، وخدت معلقه زبده طريه كده او معلقه سمنه، وبقلبهم عشان ده يبقى البيتفور اللي بالكاكاو. ماشي. برضو بقلبه كده مش هعجنه مع رشه الكاكاو والزبده. ونفس الحكاية هنحطها في الكيس الحلواني ونشكل الصواني بتاعتنا. الصينية اللي أشكلها أحطها في التلاجة على ما أجهز اللي بعديها. التسوية بقى درجة الحرارة بتبقى هادية جدا، برضو على 160، الرف اللي قبل الأخير أو الرف الوسطاني. ومش بإيد الشواية من فوق، أنا بشغل الفرن من تحت، ولو في مروحة أنا بشغلها. وبسيبه بقى على هادي كده يستوي تماما. وأول ما يبدأ ياخد لون من تحت، مثلا بياخد له بتاع ربع ساعة في الفرن، بيطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. من فوق عايزين تدوله لون خفيف خالص. لو ما خدش لون من فوق ممكن تدوله الشواية حاجة بسيطة كده، دقيقة او دقيقتين بس، تبقوا جنب الفرن ما تسيبوهوش وتمشوا. بيطلع معانا زي ما انتوا شايفين كده جميل خالص ودايب وتحفة. التزيين بقى ممكن نحشيه مربى. على فكرة انا بحب اللي بالمربى اكتر بكتير من اللي بالشوكولاتة كمان، يعني الحشوة ما بتبقى مربى بيديكي طعم تاني للبيتي فور. المهم بنحشي ما بين كل قطعة والتانية مربى او شوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، ونقفل. وبعدين ننزل بيها في الشوكولاتة بتاعتنا، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بني، الموجودة في البيت هنستعمله. وشوية مكسرات، شوية جوز هند، اي اشكال تحبوها طبعا هيطلع معانا بالشكل الجميل ده. التزيين بقى ده حاجة بتاعتكم
سهلة خالص وبسيطة. الطريقة زي ما انتوا شايفين كده بسيطة، أبسط مما يكون، وأسهل وصفة ممكن تعملوها هي البيتي فور. بس امشوا على الخطوات، وهكتب لكم كل حاجة تاني تحت الفيديو، المقادير والطريقة والتفاصيل الصغيرة، وإن شاء الله هينجح معاكم من أول مرة، لأنه سهل جدا وبسيط ومفهوش أي تعقيد. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتكتبوا لي كومنتات كتير تحت كده تشجعوني. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين.